أنا معكم على اليوتيوب قناة ماجي فرح، قناة جديدة رح ضلني معكم طوال السنة بشؤون كثيرة ومواضيع مختلفة، من الفلك للسياسة للاجتماع للأفكار الحلوة الجديدة اللي بتحبوها، لكل شيء ممكن يغنينا ويعني يعزز ثقافتنا. اليوم نحن بهالفيديو رح نحكي عن برج الميزان وتوقعات الفلك لعام 2018. ما فينا نبلش بال 2018 او بسنه جديده من دون ما نحكي عن التوقعات. كلكم منتظرينها ورح تشوفوني على الBC ليله راس السنه بتفصيل كبير وموسع عن الفلك وعن توقعات 2018. برج الميزان شو بيقول له الفلك السنه؟ بيقول له هي سنه التغييرات الكبيره يلي رح تفاجئك عزيزي الميزان، ورح تكون على غير انتظار. اللي رح يصير معك انت مش متوقعه ابدا او ما حاسب له حساب، رح يفاجئك كثير، وبتحس انك انت تخطيت مرحله كثير صعبه، مرحله عانيت منها من جمود، من وحده، من بعض المشاكل لأكثر من 4 سنوات. نعم 4 سنوات، وساتورن عم بيكون وبلوتون عم بيكون متنافر مع أورانوس ومع برجك، وخليك تتأيد بقيود كثيرة أو تروح مكانك أو تعاني من مشاكل ما حسبت لها حساب. هلأ رح تتحرر منهم، رح تبطل خاضع لمشيئة الآخرين. أهم عنوان السنة إنك رح تكون حر، رح تكون أنت مثل ما أنت بدك، ومثل ما أنت بتتصور الأمور رح تقدر تهندسها على طريقتك وتبرمجها وتطلقها. أنت مقبل على خيارات كتير جديدة، بس بتبصر النور أكتر وبتتبلور أكتر بشهر أيار ماي، مثل ما قلنا شهر يلي بشكل مفترق طريق، ويلي بضل تشرين الثاني نوفمبر كتير مهم، لأنه كوكب مارس كمان رح يكون بالدلو. مارس هو بسموه كوكب الحرب، بس هو كمان كوكب الانرجي، كوكب هيدا العطاء، كوكب الحماسة، كوكب الحيوية. رح يكون موجود بالدلو، والدلو مثل ما بتعرف مكان جيد لإلك. إذا رح يعطيك هالكوكب الكثير من القدرة على المواجهة وعلى خلق الجديد. بس بدي حذرك من نص أذار مارس لنص أيار ماي، هيدي فترة صعبة، يمكن لأول أيار، بس هي فترة كتير صعبة. انتبه ولازم تقرأ وتشوف ليش وشو لازم تعمل. بتطل السنة فينا نقول إنك رايح إلى موقع جديد، ويمكن تعيش قصة حب استثنائية، أو يمكن تعقد صداقة مدهشة ما بتعرفها، ما كنت تعرفها بالأول، وغير تقليدية توصلك إلى مكان ما أنت يمكن ما حلمت فيه. قد يجذبك شخص يعيش في الخارج، أو يكون لهذا الشخص الذي يعيش في الخارج قدرة وسيطرة عليك، أو يكون هو مبعث الحظ بالنسبة لك. بتعرف عزيزي الميزان مين يلي عادة بيجلب لك الحظ؟ يمكن ما بتعرف. رح اقول لك كم شغله وبعدين رح خبرك عني طوال السنه. هو مولود الحوت. مولود الحوت دائما يشكل حظا لمولود الميزان، وانت بتعرف انه الحوت يغرم عاده بالميزان. حظوظ الزواج السنه قليله جدا يا عزيزي، الارتباط ممكن اكثر بال 2009، يمكن يكون في قصه حب، يمكن يكون في قصص حب، بس ما تفكر كثير انه الزواج رح يتم بغالب الاحيان بهالسنه. مش يعني مواليد الميزان كلهم ما رح يتزوجوا، بس اذا بدكم اغلبيتهم ما بتكونوا بسنه هي واعده للزواج. خليكن معي على اليوتيوب قناه ماجي فرح، وعلى الانستغرام.